السلام عليكم اخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. زي ما انت ما شفت عنوان الفيديو، ذكر الله او ذكر ربنا بيطلع عضلات ازاي، او انا ليه كاتب العنوان ده، او ايه اللي مش فاهمين احنا داخلين فيديو فيه ايه. عايز اقول لك اعمل بس لايك وصلي على النبي في الكومنتات ويلا فهمك كل حاجه. الشباب اللي بتخش الجيم تحط الهاند فري او الايربودز او هيدفون، اي سماعه، يبتدي بقى يشغل اغاني ويقول لك عشان ادخل في المود واكسر اوزان الجيم. بص يا صديقي، انت المفروض تذكر ربنا مش اقل من 250 ذكر في اليوم، ايا كان الذكر اللي انت هتقوله. استغفر الله، الحمد لله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر. ايا كان الذكر اللي انت بتقوله او الذكر اللي انت بتحبه، ولكن ان كل ذكر مخصص لحاجه كده، او كل ذكر بيبقى ليه ثغره كده انت محتاج لها. في ذكر يشيل لك همومك، في ذكر يظبط لك رزقك، في ذكر، ولكن كل الاذكار مهمه جدا وكلها تحت اسم ان انا بذكر ربنا. تمام. الاغاني اللي انت بتسمعها مش هنتكلم في الحرمانيه بتاعتها، ولكن انا هتكلم انك تستغل الوقت اللي انت فيه بتتمرن وتسمع حاجه تذكر فيها ربنا. اقسم بالله صدقني الباور اللي هيبقى عندك، ما تقوليش بقى اغنيه ولا مش اغنيه، ولا انا بسمع امينيم ولا بسمع مش عارف مين. انا كنت بسمع اغاني كتير، ولكن انا بقول لك تجربتي الشخصيه من بعد ما بقيت بسمع ادعيه وقران في التمرين، الموضوع اتغير 180 درجه. وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. انت بتتمرن وربنا معاك، انت بتتمرن والملائكه معاك، بتتمرن وعمال تذكر ربنا، ويا بقى لو بتصلي على النبي. فالموضوع جامد جدا، انت هتلاقي نفسك باور وانت بتتمرن. يا رب قويني، الله اكبر، كانك بتجاهد حرفيا. انا والله بقول لك ان انت تستغل الوقت اللي انت بتتمرن فيه، فتره الراحه اللي انت بتقعدها تخليها لذكر ربنا. وصدقني والله ذكر ربنا ده هيطلع لك عضلات، والله ما بهزر. هو ربنا عايز ان انت يطلع لك عضلات. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هو ربنا عايزك قوي، ربنا عايزك تطلع عضلات، بس مش معنى ان انت بتتمرن يعني انت مدرك وانا بتمرن وفي نفس الوقت وانا بتمرن فترة التمرين دي بعصي ربنا ازاي بالاغاني. مش هنتكلم، ولكن في الف حاجة بتدل ان الاغاني حرام. مش ده موضوع الفيديو بتاعنا. فانت بتتمرن وانت بتعصي ربنا، بالك بقى انت بتتمرن وانت عمال تذكره، هو سامعك وانت بتتمرن وعمال تذكره، هيطلع لك عضلات. يعني يا عم جرب الموضوع وقول لي، جرب الموضوع وتعالى تقول لي انت كذاب. كل اي حاجه بس اتمرن وكبر وظبط الدنيا واسمع القران في التمرين، وغير بدل الاغاني بالقران، وصدقني هتحس براحه نفسيه غريبه في التمرين وقوه مش متخيلها. طيب انا معيش سماعه، معيش هيدفون، معيش قران، معيش تليفون، استغل الكلام ده كله في ذكر ربنا وانا بتمرن. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. خلصت الراحه بتاعتي انوع، يعني انا تمرينة اللات بول داون ان انا هخشها دلوقتي، الراحه بتاعتها هتبقى استغفار. استغفر الله، استغفر الله، استغفر. انت المفروض تريح من دقيقه لدقيقه ونص، انت دقيقه ونص قاعد بتذكر. يعني انت بالميت هيطلع لك في التمرينه دي بالميت 100 استغفار. 100 استغفار في الاربع مجاميع، انت دخلت 5 مجاميع في 100، انت عملت 500 استغفار او عملت 500 ذكر لله. بس ما بالك بقى لو لعبت كارديو، بوم.